شرط واحد بس لو انت عملته او انت عملتيه، ربنا هيكشف لك نوايا الناس اللي حواليك وحقيقة الناس اللي انت عايز تعرف حقيقتهم ويكشفها لك بجد. طيب عن تجربة شخصية، حقيقي الموقف ده كان تايه عن بالي جدا والله العظيم، وكنت بتخدع في ناس سنين. يعني انا واحدة من الناس مريت بتجارب مريرة حرفيا، وقعدت فيها سنين مخدوعة في ناس سنين وانا مش واخدة بالي وتايهة عن الحاجة البسيطة دي. طب كان ايه هو بقى الشرط ده؟ ان انت تطلب من ربنا بشكل مباشر، يا رب لو الشخص ده في نيته شر ليا اظهره لي يا رب. وبعد كده تراقب وتتابع ردود الافعال مع الشخص ده بعدها. اسمع مني واسمعي مني، اقسم بالله الموقف ده حصل معايا متكرر في اكتر من موقف، يعني بتاع حوالي 5-6 مواقف من ساعه ما بدات فعلا في الموضوع ده يعني. تمام؟ فهتطلب من ربنا، يا رب يا رب وضح لي نيه الشخص ده، يا رب لو ماليش نصيب في الشخص ده اظهروا لي على حقيقته يا رب، عشان انا مش عايزه افضل اتعلق واضيع وقت واحرق في اعصابي. يا رب كفايه اللي راح مني. كده اتكلموا كده، يعني اتكلموا مع ربنا كده كانكم بتتكلموا مع حد قريب ليكم، ربنا سبحانه وتعالى اقرب ليكم من حبل الوريد. يا رب بين لي البنت صديقتي دي، يا رب لو انتوا شاكين مثلا في صديقه ولا حاجه، يا رب اظهر لي على حقيقتها يا رب، لو هي مش كويسه في نيتها مش خير ليا يا رب اظهر لي بموقف او علامه يا رب. وانت تتابع بقى العلامات والمواقف والاحلام بتاعتك، هتلاقي ربنا بيرد عليك. اقسم بالله يعني كان ربنا بيرد عليا تاني او تالت يوم بالكتير قوي، اسبوع لما نقول يعني ربنا ارحم بيك من امك وابوك، ربنا اقرب اليك من حبل الوريد. ربنا يا جماعه، ربنا يا جماعه حاجه كبيره قوي، ما تستهونوش. انا كان ضايع مني فين كل ده؟ اقسم بالله انا كان فايتني الدنيا، يعني انا كان فايتني جنه مش دنيا بجد. اطلبوا كل حاجه انتوا نفسكم فيها من ربنا، يا رب اديني علامه، يا رب اظهروا لي على حقيقته، يا رب اظهرها لي على حقيقتها يا رب، يا رب لو انا غلطانه يا رب اديني علامه يا رب. دايما اطلبوا من ربنا. السر بقى كمان في اليقين. اليقين ان انت وانت بتطلب من ربنا او انت بتطلبي من ربنا يبقى عندك يقين كده من جوه قلبك، طلع الدعوه من قلبك مش من لسانك. تمام؟ ويبقى عندك يقين كده كبير قوي ان ربنا سامعك وهيستجيب منك. لا استجاب منك وخلاص، تمام كده، توكلي عليك يا رب، توكلت عليك يا رب. فكل موقف وكل حاجه تحصل معاك اطلبها من ربنا. عايز علامه اطلبها من ربنا. وعلى فكره عايزه اقول لك حاجه، والله العظيم حتى الفيديو اللي انت بتسمعه ده علامه برضو من ربنا. يمكن تكون انت فعلا بتفكر بقالك فتره ومشتت في موقف ما ومش عارف تلاقي له حل، فصادف انك شفت فيديو زي ده عشان يقول لك تدعي له ازاي، عشان تطلب من ربنا ازاي. يعني شوف ربنا رحيم بيك ازاي، ربنا عظيم عظيم قوي، بس احنا مش واخدين بالنا يا جماعه. بجد والله ربنا عظيم بيمن علينا بحاجات ونعم كبيره. انا عايزاكم طول ما انتوا ماشيين في كل حاجه، كل ما تفتكروا ان انتوا عندكم حاجه كويسه في حياتكم افضلوا قولوا الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. تخيلوا وانتوا ماشيين ان الحاجه دي مش موجوده عندكم، بس ربنا سبحانه وتعالى خلاها اوجدها عندكم، فتفضلوا تقولوا يا الحمد لله يا رب، كانها ما كانتش عندكم وبقت عندكم. انتوا فاهمين؟ او ان هي كانت هتروح منكم وربنا رجعها لكم تاني. فاحمدوا ربنا بالطريقه دي، والله العظيم ربنا هيمن عليكم بحاجات كتير قوي وهيزيدكم اكتر. ومن حمد ربنا سبحانه وتعالى زادوا. وعشان يديم عليكم النعمه لازم تفضلوا تحمدوه على النعم اللي موجوده عندكم، ما تشوفوش ايه اللي ناقصكم وما تدوروش وتعكننوا على نفسكم وتنكدوا على نفسكم. احمدوا ربنا على اللي موجود وقولوا الحمد لله، العوض من عندك يا رب، الكفايه بيك ومنك يا رب بس. وشوفوا بقى ربنا بكرمه وجوده ورحمته هيعمل ايه معاك. بس يلا سلام عليكم عشان ما اطولش عليكم المره دي.